سجلت مجموعة ميناء طنجة المتوسط خلال سنة 2025 رقم معاملات صناعي قياسي بلغ 188 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% مقارنة بالسنة الماضية، في سياق دولي يتسم بتصاعد التوترات في مضيق هرمز وإعادة تشكيل مسارات سلاسل الإمداد العالمية. هذا التطور يعكس بوضوح انتقال المغرب نحو موقع أكثر تقدماً داخل المنظومة اللوجستية والصناعية الدولية، حيث لم تعد المؤشرات الاقتصادية الداخلية وحدها تفسر هذا النمو، بل أصبح مرتبطاً أيضاً بإعادة توزيع الأدوار الاقتصادية عالمياً تحت ضغط الأزمات الجيوسياسية. وقد عززت مجموعة ميناء طنجة المتوسط مكانتها كركيزة أساسية للاقتصاد الصناعي واللوجستي في المغرب، مستندة إلى أداء قوي للمنظومة المينائية والصناعية المرتبطة بها. وفي هذا الإطار، واصل قطاع صناعة السيارات لعب دور المحرك الرئيسي للنمو، محققاً رقم معاملات بلغ 125 مليار درهم، بنمو سنوي يقارب 6.8%، مما يؤكد استمرار ترسيخ المغرب كمركز إقليمي ودولي لصناعة السيارات، بفضل تكامل سلاسل الإنتاج واندماج الفاعلين الصناعيين داخل منظومة متماسكة وفعالة. غير أن زخم النمو لم يقتصر على قطاع السيارات، إذ سجلت الأنشطة الصناعية الأخرى، وعلى رأسها النسيج وصناعة الطيران، أداءً أكثر دينامية، بعدما بلغت مداخيلها 12.7 مليار درهم، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 19%، وهو ما يعكس توجهاً متزايداً نحو تنويع القاعدة الصناعية وتقليص الاعتماد على قطاع واحد. في المقابل، عزز قطاع اللوجستيك موقعه كدعامة أساسية داخل المنظومة الاقتصادية، محققاً رقم معاملات بلغ 50.4 مليار درهم، بنمو قدره 9.6%، ما يؤكد أن الخدمات اللوجستيكية لم تعد نشاطاً مكملاً، بل أصبحت عنصراً محورياً في النموذج الاقتصادي المرتبط بمنظومة طنجة المتوسط. وتتعزز هذه الدينامية أيضاً من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات الخاصة التي استقطبتها المنصة، والتي بلغت 13 مليار درهم خلال سنة واحدة، بما يعكس مستوى الثقة المتزايد لدى المستثمرين الدوليين في هذه البنية التحتية، خاصة في ظل بحث الشركات متعددة الجنسيات عن مواقع إنتاج بديلة تجمع بين القرب من السوق الأوروبية والاستقرار السياسي وتطور البنيات التحتية. وعلى مستوى التوسع الصناعي، صادقت المناطق الصناعية التابعة لميناء طنجة المتوسط على 84 مشروعاً جديداً باستثمارات إجمالية بلغت 4.9 مليار درهم، مع إحداث 11,776 فرصة شغل. ويعكس ذلك استمرار تدفق الرساميل الأجنبية نحو هذه المنصة، حيث برزت مجموعات دولية كبرى، خصوصاً في قطاع السيارات، بما يعزز أكثر من عمق وتكامل النسيج الصناعي المرتبط بها. وفي موازاة ذلك، تواصل مدينة محمد السادس طنجة ترسيخ موقعها كقطب صناعي عالي القيمة، حيث تم خلال سنة 2025 تأكيد 11 مشروعاً صناعياً جديداً باستثمارات تبلغ 22 مليار درهم، مع إحداث 3882 فرصة شغل في قطاعات استراتيجية تشمل البطاريات، والمواد المتقدمة، والمعادن، والإلكترونيات المرتبطة بصناعة السيارات. ويعكس هذا التطور انتقال المغرب التدريجي نحو صناعات المستقبل ذات القيمة المضافة المرتفعة. غير أن دلالة هذه الأرقام تتجاوز بعدها الاقتصادي المباشر لتتداخل مع السياق الجيوسياسي العالمي، حيث يشهد مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية في العالم، توتراً متصاعداً يهدد حركة التجارة الدولية، خاصة أنه يشكل ممراً أساسياً للصادرات الطاقة العالمية، ما يجعل أي اضطراب فيه عاملاً مباشراً في ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وإعادة تشكيل مسارات الشحن البحري. هذا الوضع دفع الشركات العالمية إلى إعادة تقييم استراتيجياتها اللوجستيكية والبحث عن بدائل أكثر أماناً واستقراراً، وهو ما يعيد توجيه الاهتمام نحو ممرات استراتيجية أخرى، وعلى رأسها مضيق جبل طارق، الذي يتميز باستقرار نسبي وبموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أوروبا وإفريقيا، ويمتد تأثيره نحو الأطلسي، ما يمنح المغرب
بحكم تموقعه أفضلية تنافسية متقدمة في هذا السياق. وفي هذا التحول يبرز ميناء طنجة المتوسط كأحد أبرز المستفيدين المحتملين من إعادة تشكيل سلاسل الإمداد العالمية، إذ ينتقل تدريجياً من مجرد منصة عبور إلى مركز لإعادة توزيع التدفقات التجارية الدولية، مستفيداً من تكامل بنيته التحتية وقدرته على التكيف مع التحولات المفاجئة في حركة السلع، خاصة خلال فترات الأزمات. بل إن ما يجري اليوم في مضيق هرمز يعيد طرح معادلة جديدة للتجارة العالمية تقوم على منطق الموانئ الآمنة القادرة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد في ظل المخاطر الجيوسياسية، وهو ما يعزز من جاذبية طنجة المتوسط كمحور استراتيجي بديل لا يقتصر دوره على عبور البضائع، بل يمتد إلى إعادة تموقع الصناعات نفسها بالقرب من أسواق الاستهلاك. وفي هذا السياق أصبح المغرب جزءاً من معادلة دولية أوسع، حيث تتحول البنية التحتية إلى أداة استراتيجية لإعادة رسم موازين النفوذ داخل النظام التجاري العالمي، بحيث يصبح كل استثمار صناعي جديد، وكل مشروع إنتاجي، وكل رقم معاملات يسجل داخل منظومة طنجة المتوسط جزءاً من دينامية أوسع لإعادة تشكيل خريطة الاقتصاد العالمي في عالم يتجه نحو مزيد من إعادة التموضع والتكتلات.